السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم بالنسبه للمدرسه، الوليدات تيبغيو بحال هكا الكوتي او ما بين الوجبات يجيهم الجوع. المهم فكرت باش ندير هاد كابيله طون هكا معلب، مع دابا كاينه موجوده كابيله غليظه كما كتشوفوا. انا نقرب لكم هنا راه ملحتها ودرت ليها ورق موسى والثومه، كنت غسلتهم حيت لا غير الراس ومصيبنات هكايا، غسل مول الحوت نيت وصافي وبخرتها مزيان تقريبا ساعه الا ربع حتى طابت. دابا غادي نحيدو ليها كما كتشوفوا هنايا، تبارك الله هي كلها فيها الهبره. ها نتوما كتقسموها بحال هكا على جوج، وغادي ندير هنا في الطنيجره حتى نقيها كامله من الشوك. تجي سهله في التنقيه وكتجي بنينه، ديروها ما بين الوجبات حتى الناس اللي خدامين هكايا بلا متيحير شنو غادي ندير كل نهار شنو غادي ندير، هكا يدير غير سندويتشات. وغادي نصايب معكم حتى الذره. كون جبت الذره دزت على السوق ملي كنت جايه، وجبت القبال اللي هو الذره، غادي نصايبو حتى هو معكم بواحد الطريقه يبقى لكم حتى المده ديال العام، حتى هذه تبقى لكم حتى عام. نوريكم الطرق كيفاش تقادوها وتوجدوهم، تخليهم تصبوها الروز ولا هذيك لي باط هكا، كتخبوا شويه طون شويه ديال مايس اللي هي الذره اللي غنوجد معاكم، زيتون مقطع، شويه خيار، شنو مطيشه، ها هي شلاضه او تعمروا بها ديك البوكاديوس كيبغيهم الوليدات، صايبوا غير المايونيز. المهم كما كتشوفوا انا غنقي وندوز نكمل معكم باقي المراحل. كملت لها التنقيه كما تشوفوا، يعني جات زوينه هكا، طريفات هكا مقدودين، شفتوا كلها قطعتها وفصصتها بحال هكا، حيت منها الشوك. المهم غادي ناخذ الكاسرونه وندير فيها الزيت، سيطرو ديال الزيت العاديه يعني ديال الطياب. عندي الهريسه، الثومه هي قشرتها وغادي نحكها، عندي هاد مطيشه ديال الحك، المهم قزبر يابسه الزيت هو درتو تيغلى على عافيه مهيله، درت القراعي يغلاو حتى هما هنا، غادي نخوي فيها، ندير فيها الوريقات ديال سيدنا موسى، وندير فيها الثومه هنا حكيتهم هذوك الفصوص، قزبر يابس تيجي مع هاد الطون زوين، حيت هو دابا الزيت سخون، هي غادي تطلق فيها ديك النسمه. غندير الملحه راني درت وغادي نزيد، درت تمايا في الطون وغادي نعاود نزيد هنايا باش الملحه حتى هي كتعطيها مذاق زوين وفي نفس الوقت كتحافظ عليها. الهريسه عندي، ها هي الهريسه، حيت بغيت ندير حتى ديال لاصوص حتى نقاد ديال الزيت، وعاد من بعد غادي ناخذ النص ديالو نديرو غير بالزيت، وعاد نزيد لاصوص هذه ديال المركز. من بعد غادي نزيد عصير ديال الحامض، الا عندكم طري ديروه، عندكم هذا ديروه ماشي مشكل. نص كاس غادي ندير ديال عصير الحامض ونحرك. غادي نزيد واحد 2 معالق ديال الخل حتى هو تيحافظ عليه باش ما يخسرش. المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه راني شاده العبر في يديا، تذوب هذيك الملحه وهذيك الثومه وكلشي ينسجم. هنا غادي نطفي على القريعات، هنا الزيت عاود رجعتو يغلي واحد شويه باش تطلق فيه نيت هذيك ورقه الموسى وطيب هذيك الثومه واحد شويه. دابا غادي نحيدو هذه ديال الزيت، غنخوي عليها غير الزيت، ناخذ شويه من هذاك اللقامه اللي بقات في القاع ونزيدها بالمعلقه، بحال الثومه بحال هاد القزبر، باش تبقى ليا ديك ديال لاصوص اللي هي اكثريه ديال لاصوص حتى هي كتجي زوينه. فيه ديال لاصوص غادي نزيد فيها المطيشه، ندير 2 معالق ونص كبار، خلطها مزيان. هنايا هذا ديال لاصوص، هذا تا هو تيجي زوين، شفتوا
صافي كنبقاو نقلبو هكا بشويه حتى يتلبس هذاك لاصوص والهريسه والثومه المهم هذاك المذاقات. القريعات ها هما عقمتهم خليهم تينشفوا. والمهم هذا ديال المطيشه، هذا ديال الزيت غادي نعمرهم في القراعي. درت هادو ديال لاصوص وهذه ديال الزيت، هذه نصايبوا بها الشلاضه وداكشي، وهادو نديرو بهم ساندويتشات تيجيو زوينين هكايا ديال الدار. بعد دابا سديتهم ورجعتهم لهذاك الماء نيت اللي كنا غلينا فيه القريعات، خليهم يغليو واحد 10 دقائق باش يتزمتوا مزيان يوليو كونسونطري. احتفظوا فيهم حتى لمده عام، يعني ملي تحلوهم عاد ديروهم في الثلاجه. دابا تقدروا تحطوهم غير في البلاكار، راه ناجح 100%. صافي هنا راه رجعت حطيته على الوجه ديالو يبات هكايا حتى الصباح، عاد نقدر نحطو في البلاكار. ملي تفتحوه ديروه في الثلاجه تيجي زوين. المهم كما تشوفوا رحنا دزنا لواحد المحل هنايا فيه هذيك الاواني ديال تركيا. شوفوا لي الدجاجات هادو يديروا فيهم البيض زوين، ندير 130 درهم تيتحطوا هكا في المطبخ اللي تيكون بحال كذا عنده ثلاجه يعني عامره ما عندوش فين يحط البيض. هذيك الصراحه زوينه وديكور. وكاين هذا الديكور هذا عاوتاني كيديروا فيه سله بحال الشكل ديال البيكالا، نديروا فيها الفواكه وداكشي حتى هي زوينه. واللي بغا سامبل حتى هي كاينه في الذهبي عنده زوينين. انا جيت باش ناخذ هاد الكويسات هادو، شوف شحال فنين، حتى الثمن ديالهم مناسب دايرين 70 درهم. كاين هادو كاين واحد الشكل اخر. المهم انا عجبوني هادوك ب 70 درهم، يعني 6 ب 70. انا خصني 12. شوفوا هاد المعالق في اللوينات تا هما زوينين. وهنا كاين المنظمات وبلاطوات ديال الخشب وعندهم هكا رخاميين زوينين اللي عندهم هذيك المجوره كبار كيديروا فيهم معلقات الماس داكشي كتنظم لكم 35 درهم، يعني رخيصه والشكل ديالها تحلوا المجا تلقاو داكشي متيول وزوين. كاين هاد البلاطوات كيمشيو هما 3 زوينين ديال الخشب. وحتى هاد القريعات هادو حتى هما زوينين، حتى هما منظمات زوين ديروا فيهم داكشي اللي كتخبيو هكايا وكيبقاو منظمين لكم بلاكار. كيسال اللي حدا هادو ديال 70 درهم داين غير 40 درهم، حتى هما الشكل ديالهم سامبل ومذهبين. وكاين هاد الديكور اللي ولا دابا جديد كيدار هكا في الصالونات. وكاين هاد الساعه اللي فيها الفرشيط والمعلقه كدار هكا في المطبخ، فيه البيض ديالهم الصغير. المهم هاد المحل كاين غير في الواد في شارع الحشرات، هذا بلاصه الطاكسيات. انا المشتريات اللي خديت غنخليهم حتى نجمعهم مع واحد الحويجات اخرين ونوريهم لكم ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو.